السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها ومش قادرين توصلوا لها. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو، شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بتشتغل عليه وازاي بتشترك وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد ان احنا نحمل التطبيق ونشتغل عليه اكتر من عدة ايام. عشان كده بدعوكم ان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في عضويه مميزه عشان نقدر نرد على الاسئله والاستفسارات بتاعتكم. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه سيرفي بارتي. التطبيق ده مساحته 18 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص باستطلاعات الرأي وكسب المال. بمجرد ما بيكون معاك موبايل وعندك انترنت وعندك وقت فراغ او خلصت شغلك الاساسي وعندك وقت تاني مش لاقي حاجة تعملها فيه، فالتطبيق ده بيساعدك ان انت تعمل دخل اضافي ليك من خلال التطبيق ده. انت بتفتحه بتحمله الاول وبتاكتفه على الموبايل بتاعك. بيديك استطلاعات رأي ان انت تجاوب عليها. كل ما بتشتغل على التطبيق اكتر، كل ما بتعمل استطلاعات رأي اكتر، كل ما بيتحقق ليك دخل اضافي او دخل يومي، دخل اسبوعي، دخل شهري، على حسب ما انت عايز. في طبعا بيكون في مكافأة ترحيبية اول ما بتحمل التطبيق وتبدأ تشتغل عليه، بتكون بقيمة $1. بعد كده بتبدأ تشتغل عليه بقى على حسب الاستطلاعات اللي انت بتعملها في اليوم، على حسب الوقت اللي انت بتشتغله في اليوم. يوم مثلا بتشتغل فيه ساعتين، يوم بتشتغل فيه 5 ساعات، يوم بتشتغل فيه 10 ساعات. طبعا ده بيكون الى جانب شغلك الاضافي وليس تعتمد عليه كشغل اساسي. تقدر كمان ان انت لما الفلوس بتاعتك توصل للمبلغ اللي هو تقدر تتم سحبه. يعني هما تقريبا بيكونوا محددين المبلغ اللي تتم سحبه اقل مبلغ $5. فاول ما تقدر توصل للمبلغ ده بتقدر ان انت تسحبه او تقدر تحول الفلوس بتاعتك على حساب الباي بيل او على الحساب بتاعك البنكي وتقدر ان انت تسحبه. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق بقى ان في بعض الدول ما بيدعمهاش. يعني ناس بتشتغل على التطبيق وبعد ما توصل للمبلغ الحد الادنى عشان تسحبه يقول لك الدولة بتاعتك ما بتدعمهاش. مشكلة تانية في التطبيق، الناس بتقابل مشاكل تقنية. يعني التطبيق مش راضي يشتغل، التطبيق مش راضي يتاكتف. التطبيق بيقول لي مفيش انترنت رغم ان في انترنت عندي كويس جدا وسرعته عالية. ناس برضو بتشتكي من انه ما بيديش فلوس. بيكون يعني التطبيق ده مضيع للوقت. طبعا دي بتكون حالات فردية لأن التقييم العام للتطبيق ده 4 نجوم. فطبعا لو كل اللي عملوا التطبيق شايفين ان التطبيق مش كويس فهيدوا تقييم طبعا وحش. واقل من 4 نجوم طبعا بيكون تطبيقات مش كويسة او ما برشحش ان حد ان هو يحملها. بداية من 4 نجوم و4 نجوم ونص و5 نجوم دي اللي برشح الناس ان هي تحملها. بس كده ده يعتبر الغرض والفايدة والعيوب والمميزات بتوع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.